بعد ما اتطلقت وعشت حياة صعبة جدا فعلا. صاحب أخويا كان ليه دور كبير أوي في حياتي، فعلا عوضني عن كل شيء أنا كنت محتاجاه. صاحبة القصة بتقول اسمي ميادة. اتجوزت شخص عادي جدا، مش على حب ولا حاجة. اختياري كان اختيار عادي جدا، ولكن كان كل أملي في الحياة حياتي تكون حياة كريمة، ما يبقاش فيها أبدا أي مصاعب ولا أي مشاكل. كنت عايزة حياة بسيطة جدا لكن ما تكونش مليانة غير بالهدوء والسعادة. وده اللي أنا فعلا فضلت أسعى عليه السنين. عملت عملت كل حاجة كان نفسي فيها، وكنت عايزة دايما إن أنا أوفر الراحة والسعادة، بالذات بعد ما جبت أول ولد في حياتي. الولد ده كان هو كل حاجة في دنيتي. كان دايما أي حاجة تبقى ناقصاني أو أي حاجة بابا يعملها مضايقاني كنت أبصله بعينيا أحس إن أنا سعيدة جدا، وأقول مش مشكلة كل حاجة. وفضلت حياتي على كده، مفيهاش أبدا أي راحة ولا أي سعادة ولا اهتمام. كانت أوقات السعادة حرفيا تتعدى على الصوابع زي ما بيقولوا. ما كنتش بحس أبدا إن أنا زي كل الناس. كنت بحاول أجتهد وحاولت بكل الطرق أشتغل، أعمل مشروع، وفي كل حاجة كنت فعلا بجتهد فيها كانت بتنجح الأول. وبعد تدخل جوزي في الموضوع كنت أحس دايما إن أنا بخسرها، والموضوع ده اتكرر أكتر من مرة. وبالذات إن النجاح فيها أبدا ما كانش بيبقى بالسهل، ده كان بعد مجهود كبير جدا ومجهود صعب كمان، وخسارة فلوس كتير. وكنت في كل مرة أحس إن أنا حزينة جدا أكتر من الأول ومتضايقة. وفضلت على كده أو أقع وأقوم زي ما بيقولوا. ومشيت حياتي سنين السنين على كل مجهودي ده، ولكن في كل مرة كان بيبقى نفسي أحس إن أنا ست بجد، ست في حد وراها تقدر إن هي تعتمد عليه، وتحس إن هي مبسوطة، وإن هي فعلا مش خايفة من اللي جاي، وإن حياتها يعني فيها أمان واستقرار. ولكن الصراحة ولا مرة كنت أحس الإحساس ده أبدا. عشت حياتي كلها ونفسي أحس إن في حد مسؤول عني، لأن مشاكل الحياة كتير جدا والمسؤوليات بتاعتها أكتر. حاجة كده تخلي الحياة مش أحسن حاجة، ودايما طول الوقت تحسي إنك متضايقة وإنك مش مبسوطة وإن مودك مش كويس. بالذات إن أنا كنت يعني بتضايق بسرعة، وبحس إن أنا مش مبسوطة لو حصل معايا أي موقف كنت بضطر أتعامل فيه بصراحة، ولكن كان بعد كده بيأثر عليا وكنت بحس إن أنا متضايقة. ومشيت الحياة والسنين على كده، وفي يوم اتفاجئت بإن جوزي اللي صبرت عليه سنين السنين كل المواقف دي، عرفت بالصدفة إن هو متجوز عليا. ودي كانت أكبر صدمة في حياتي. أول حاجة طلبتها منه الطلاق، وقلت له لازم إن أنا أتطلق، ولكن هو رفض زي ما بيرفض كل شيء كالعادة. ودايما ما بيفكرش إلا في نفسه، ودايما بيحسبها غلط، وأنا اللي بدفع الثمن. في الوقت ده معرفش ليه حسيت إن كل اللي راح من عمري كان غلط في غلط، وكل القرارات اللي أنا أخدتها في حياتي ما كانتش مظبوطة. وكنت فاكرة إن أنا دايما بعرف أفكر وإن أنا بتعامل صح، ولكن اتفاجئت إن كل حاجة كانت غلط. وفعلا صممت في الوقت ده على الطلاق، ولكن ما اتطلقتش منه أبدا بسهولة. الموضوع فعلا كان صعب حرفيا. وبعد ما قدرت إن أنا أتخلص منه قعدت عند أخويا مع هو وزوجته في البيت. الأول كان الموضوع يعني بالنسبة لي شبه مستحيل، ولكن بعد أخويا ما أقنعني إنه عادي، وإن لازم إن أنا أعيش معاه أنا وابني وما فيهاش أي حاجة، حاولت فعلا إن أنا أروح بعد ما أقنعني. ولكن زوجته كانت ست صعبة جدا، وست كده متطفلة وبتحب دايما تتدخل في اللي ملهاش فيه، ودايما مركزة معايا مع رغم إن مفيش أي حاجة في حياتي حلوة أصلا. ودايما كده إن هي يعني بصالي معرفش ليه. كان كل كلمة بقولها وكل حركة أي لبس أي مشوار أي حاجة كنت أحس دايما إن هي مركزة معايا. وكنت في يوم حصل مشكلة وأخويا ما كانش موجود، وكان قايل لي إن أنا لو مسافر وحصل معاكي أي حاجة كلمي صديقي المقرب اللي أنا كنت عارفاه. وفعلا اتصلت عليه لأن في الوقت ده طليقي كان جايلي وعايز ياخد الولد، وحصل بينا شوية خلافات في الرأي. واتصلت بيه وفعلا جه، ووجوده هو اللي أنقذني من إن هو ياخد ابني وأنا مش موافقة.
وبعدها بدأ إنه يتواصل معايا وطول الوقت يطمن علينا زي ما أخويا قاله، وكنت أنا كمان بكلمه عادي وبسلم عليه، وكنت فعلا مش قادرة أنسى موقفه الجميل اللي عمله معايا. ومرة في مرة فضلنا إن احنا نتكلم وهو يحكيلي عن حياته وعن نفسه، وبدأ بينا فعلا التعارف دايما الأشخاص بيجي عن طريقة الكلام البسيط والمواقف البسيطة، بتلاقوا إن في حاجات قوية جدا بتربطكم ببعض وانتوا أصلا عمركم متخيلتوا إن ممكن ده يحصل. وبعدها أخويا رجع من السفر، في الوقت ده كانت مراته حرفيا مورياني الويل، وما كنتش أبدا عايشة مرتاحة ولا مبسوطة، وكنت حاسة إن طول الوقت إن أنا ضيفة وضيفة غير مرغوب فيها أنا وابني، وطول الوقت كانت تخلي ولادها يعملوا مشاكل مع الولد، وأنا كنت بحاول أصبر نفسي. حاولت إن أنا أشوف شغل في الفترة اللي أخويا كان مسافر فيها، ولكن أخويا كان دايما رافض الفكرة، كان بيقولي مينفعش إنك انتي تشتغلي وأنا موجود، ولكن كان ليا التزامات واحتياجات لابني. كان طول الوقت صديق وده مخلي باله مني، وقدر يقنعه إن أنا محتاجة إن أنا أشتغل عشان في احتياجات وخصوصيات ليا مينفعش إن أنا أقوله عليها، يعني مينفعش إن كل حاجة أطلبها منه، وكمان عشان مراته ما تتضايقش. وفعلا بدأت إن أنا أشتغل وهو اللي ساعدني وشاف لي الشغل، وبقيت مبسوطة جدا في الشغل، وبالذات بعد ما اعتمدت على نفسي وحسيت إن أنا يعني حرة، وإن مفيش حاجة أبدا مضايقاني. في الأول كانت حياتي صعبة، وأحس إن كل الأيام اللي فيها ما بتتغيرش وما بتمشيش. حسيت إن حياتي جميلة جدا وإني مبسوطة بكل حاجة فيها، وأجمل حاجة إن أنا طبعا كنت بحس طول الوقت إن هو بيسأل عني وبيخلي باله مني، كان مهتم بيا جدا، وده كان ظاهر في كل تصرفاته، وكان كل يوم يجي في ميعاد خروج شغلي والاقيه مستنيني. كنت ببقى سعيدة جدا، وحسيت كده ان الحياة كلها ضحكتلي. كنت معجبة بيه جدا، بس كانت المشكلة ان هو شخص متجوز وكان عنده بنت وولد، وكان كمان يعني الموضوع بالنسبة لي شبه مستحيل ان انا ممكن اوافق اصلا ان انا اتجوز شخص مرتبط، لأن أنا مش حابة إن حياتي تبقى فيها أي مشاكل. وكنت بحاول إن أنا على قد ما أقدر ما أكونش أسيب أموري كلها تاخد شكل تاني غير اللي أنا عايزاه، ولكن مع الأسف ما قدرتش إن أنا أختار أي حاجة للمرة التانية. الظروف والقدر هو اللي اختار لي كل حاجة، وحسيت إنه فعلا الشخص ده هيخليني سعيدة ومبسوطة، ولكن أنا مش قادرة إن أنا أكون الزوجة التانية. في الوقت ده قدر إن هو يقنعني إن إحنا ممكن نكمل حياتنا مع بعض، لكن أنا الصراحة رفضته بقوة كمان. فضل برضه هو ورايا وميأس، وبيحاول يكلمني كتير جدا ويقنعني. وفي الوقت ده عدى كذا شهر وأخويا رجع من السفر، ولكن أنا فضلت شغالة زي ما أنا، كنت ملتزمة جدا في شغلي، ولكن مدير الشغل كان دايما يعني ليه تصرفات كده كانت بعض الأحيان بتضايقني، زي التركيز على الخروج والرجوع والتأخير وبعض الحاجات والتعليقات في الشغل. وأنا طبعا كنت بتضايق جدا من التصرفات والكلام ده، ولكن ما كنتش برضه أبدا إن أنا أتكلم في حاجة. كان دايما أخويا يسألني عاملة إيه في الشغل، كنت أقوله كويسة جدا، لكن بمرتبي كنت بقدر أجيب لابني كل احتياجاته، وقدرت كمان إن أنا أدخله أحسن مدرسة، ومشيت الدنيا على كده. ولكن مرات أخويا ما كانتش فعلا عايزاني في البيت ولا طايقة وجودي، لا حاولت كتير أتودد ليها، ولكن هي مع الأسف ما تقبلتنيش أبدا. أخويا الوحيد وأنا كمان أخته الوحيدة، وبعد بابا وماما هو اللي ليا في الدنيا. هو غالي عليا جدا وبحبه، وهو كمان بيحبني. وبعد فترة تقدم لي شخص كان يعني عجوز شوية، كان كبير في السن، وأخويا كان موافق عليه، وده ضغط، وطبعا ده تحت ضغط مراته، لأن هو كان مش قادر إن هو يرضينا إحنا الاتنين. طول الوقت كنت أنا بشتكيله منها وهي بتشتكي مني، فما بقاش قادر يتحمل كفاية عليه ضغوط الولاد وضغوط الحياة، وقال إن هو شخص مناسب وعنده شقة وكمان بياخد معاش كويس، وهيقدر إن هو يعيشك حياة كويسة انت وابنك، وافتكر هو ده اللي انت بقيتي محتاجاه. ولكن ما قدرتش في الوقت ده أرد عليه وأقوله بصراحة اللي أنا محتاجاه هو مش هيقدر يوفرهولي، لأن اللي أنا محتاجاه نفسي أدور عليه وألاقيه زي أي ست اتحرمت منه كتير.
ونفسي في شخص يفهمني ويقدرني ويخليني فعلا سعيدة ومبسوطة واحتياجاتي تكون موجودة. ولكن مع الأسف مع ضغطه هو ومراته وإن طول الوقت برضه صديقه ده كان صحيح معوضني عن كل حاجة، ولكن حسيت إن أنا لازم أوافق وفعلا وافقت واتجوزنا على طول. وكان في الوقت ده صديقه مسافر، ولما رجع اتصدم بقرار جوازي من الشخص العجوز اللي تقدملي. الصراحة هو كان شخص كويس جدا من ناحية المادة، كان بياخد معاش كبير أوي لأنه كان موظف في وظيفة كبيرة جدا، بس كان في نفس الوقت الموضوع بالنسبة لي مكانش أكل وشرب وشقة حلوة في مكان حلو. هو كان بيعامل ابني كويس جدا وكان بيعاملني كمان أنا كمان كويس جدا، كان مخليني برنسيسة الصراحة، وما كانش بيخليني أطلع من البيت غير إن أنا أتفسح وأخرج أو إن أنا أتغدى برا أنا وهو والولد، أو الحياة الجميلة اللي أي ست بتتمناها، يا إما بنشتري حاجات يا إما بنتفسح. بس طبعا في الوقت ده كنت بحس إن أنا مش مبسوطة برضه، وكان نفسي إن أنا يكون معايا شاب من سني، إن أنا يعني أبدأ حياتي معاه. صديق أخويا ده كان معجب بيا وبيحبني من قبل ما أتجوز، ولكن من كتر ما هو كان خجول ومحترم ما قاليش أصلا، وما كانش في بينا أي كلام. عشان كده أول ما انفصلت عن جوزي الأولاني كان بيحاول إن هو يعترف لي بكل شيء جوا، ولكن كان فات الأوان وكل شخص فينا شاف طريق حياته. وبعد كده لما رجع وعرف إن أنا اتجوزت حاول إن هو يوصلي، وعرف في يوم إن أنا رايحة أتغدى عندهم هناك، وطبعا ما كانش يعرف إن جوزي هيبقى معايا. جه بكل شوق ولهفة وحاول إن هو يتكلم معايا، ولكن معرفش بسبب جوزي، ولكن عينيه كانت بتقول كل حاجة هو عايز يقولها لي. مش عارفة ليه برضه لما شفته حسيت إن أنا اتهزيت كده من جوايا، وإن أنا كان نفسي أتكلم معاه. ولقيت نفسي بعد ما روحت لقيت الوقت المناسب رنيت عليه وكلمته. ما كانش مصدق نفسه أول ما رنيت عليه وعرف رقم الجديد، وقال لي إن أنا كنت نفسي إن أنا أوصلك بأي شكل، وكنت فعلا مش قادر إن أنا أستحمل أو أتحمل كل الأيام اللي فاتت. لازم تشوفي حل وتعرفي اللي انت عملتيه ده حاجة غلط جدا جدا. وفضلنا نتكلم كتير وكل يوم كنا نتكلم مع بعض، وحسيت إن بقيت لازم كل يوم أتصل عليه وأطمن عليه. ومرة في مرة خرجت إن أنا أقابله يعني وأتكلم معاه، ولقيت نفسي من غير ما أحس إن أنا فعلا وافقت إن هو يجي يزورنا في يوم. كان جوزي كل أسبوع بيروح يقعد عند ولاده 3 أيام، وكنت ببقى أنا والولد في الشقة، وفي الوقت ده كان هو بيجي يزورنا. والموضوع فعلا بدأ ياخد معايا شكل غير اللي أنا كنت متوقعاه خالص. عمري ما تخيلت إن برضه إن أنا أكون في موقف زي ده، لكن الحياة المرتاحة والعيشة الحلوة وبدون مشاكل، وفي نفس الوقت مفيش الاحتياج بقى اللي أنا عايزاه، فكان لازم إن أنا أدور عليه. ما كانتش طريقتي ولا أخلاقي أبدا إن أنا أتعامل بالطريقة دي، ولا عمري فكرت إن في يوم من الأيام أكون في موقف زي ده، ولكن اتعودت على الموضوع وحسيت إن أنا بكده جمعت بين كل حاجة أنا محتاجاها. واستمر الموضوع بينا سنين، ولكن كان ابني في الوقت ده كبر، وفي مرة من المرات شاف الموقف اللي أنا ما كنتش أحب أبدا إن هو يشوفه، وبعدها بدأ يكلمني بطريقة تانية خالص، واتغيرت كل معاملته معايا، وبدأ يكون معايا شخص تاني. وبعد ما كان قريب مني وبيسمع كل حاجة بقولها له مبقاش بيسمع مني أي كلام، وبقى بعيد عني جدا، وأخد مني موقف صعب. ولكن الصراحة أنا مش عارفة، حاولت معاه بكل الطرق ومش قادرة استحمل طريقته دي معايا، وحاولت كتير إن أنا أقوله يعني أنصحه وأفهمه، لكن هو كان سنه صغير ومش قادر إن هو يفهم الموقف اللي أنا فيه. الموضوع فعلا معايا صعب وكان غصب عني، ولكن ابني مش قادر يستوعب كل الكلام اللي أنا بقوله. ودلوقتي أنا مش عارفة أعمل معاه إيه أو أقنع ابني إزاي، أو إن أنا أرجع كل حاجة زي الأول. ومن الوقت ده وأنا مبقتش أتكلم أصلا مع صديق أخوي، وبقى الكلام بينا
مش موجود. هو بيحاول يسأل عني كتير ولكن أنا مش برد، وحسيت إن أنا لازم يعني أرجع ابني وأكون أنا ليه الأم زي ما كان شايفني بالنظرة اللي كنت محطوطة فيها، ولكن ابني مش عارف إن هو يتعامل معايا زي الأول، وأنا كمان مبقتش عارفة أتعامل معاه زي الأول. الموضوع بقى صعب جدا، حتى جوزي لاحظ إن في تغيير في المعاملة بينا، وحاول إن هو يتكلم معاه أكتر من مرة، ولكن في كل مرة كنت بخاف إن ابني يقوله أي حاجة، وحسيت إن اللي أنا عملته ده كان غلط وندمت عليه جدا، ولكن مش عارفة إزاي إن أنا يعني أقنع ابني أو أرجعه ليا زي ما كان، أو إيه الشيء اللي أنا ممكن أعمله. أنا ماشية كده بقالي سنين كويسة جدا ومش بعمل أي حاجة، وندمت جدا جدا على كل شيء حصل، ومش حابة أبدا إنه ممكن يتكرر تاني، ومش مصدقة أبدا إن أنا كنت بعمل كده في يوم من الأيام، وزعلت جدا من نفسي لما حسيت اللي أنا عملته ده كان إزاي، وإزاي قدرت يعني أتحمله. مش عارفة أعمل إيه.